عبقها عراقي خليجي هالشكل نقدر نقول، هو الفنان الشاعر محمد الكعبي. ضيفنا الثاني اللي راح يستفيد من خبرة شاعرنا محمد الكعبي هو عفوا حيدر عبد الثامر. بدون زعل. اعتذر حبيبي. لا عادي. شلونك محمد؟ الله يسلمك. شلون صحتك؟ مشتاق لك. شو اخبارك؟ الله يحفظك. شلونك حبيبي حيدر؟ الله يخليك. يا رب بخير. الله يسلمك. وايد رحت من يمنا. شو تسوي؟ يلا ان شاء الله ان شاء الله. حبيب يعني احاول اذا يسمح لي استاذ حيدر بالتأكيد. ابتدئ وياك سؤالي من خلال يعني ما يطرح بالكثير من المحطات الفضائيه العراقيه والمختصه بالاغاني، خلينا نقول العراقيه، يعني اكو 6 أو 7 أقل. محطات فرضا هم في تكاثر ان شاء الله. لا تعرف شرب طلعت لك محطه، شرب طلعت لك محطه ثانيه. هاي جزء من الفوضى اللي يعيشها البلد يعني يا ريت حتى لو كانت فوضى، لكن من الممكن ان تكون هذه الفوضى مقننه مرتبه. أكيد. حتى الفوضى لها ترتيب. اكيد. بالبدايه اشكر حضرتك واشكر قناه البغداديه على هذا البرنامج، وبالمقابل جواب سؤالك انه الانسان في اي مجال من مجالات الحياه، ثقافيه كانت، فنيه، رياضيه، راح يتعامل بالبدايه بتربيته، يعني البيئه اللي عايش بها، بعدين انه ثقافته اذا كان اكاديمي، اذا كان غير اكاديمي، اذا كانت المجال اللي يمارسه هو من باب الهوايه او عدم الدرايه، فاكيد يتعامل بثقافته. راح نشوف وجهه نظر حبيبنا الاستاذ حيدر من خلال ما تفضل به الاستاذ محمد الكعبي، باعتبار ان هنالك مسؤوليه كبرى تقع على عاتق الشاعر في تحصين الأغنية العراقية. الأغنية العراقية صحيح بدأت تنحدر تماما في هذا الجانب، لكن الشارع العراقي يحب الأشياء السريعة، يعني الأشياء اللي نحكي عليها يحبوها، الشباب يحبوها. يعني ما ممكن أكتب أغنية سبعينية. أي مطرب يجيني يقول لي اكتب لي، أريدك تكتب لي جو تعيشه أنت بالشارع. يعني احنا اذا انت يعني بالشارع العراقي، طبعا الشارع العراقي يحب الاغنيه السريعه ودائما الشارع العراقي يحب الاغنيه. طبعا احنا ما نغني للشارع ولا نكتب للشارع، نكتب للناس. هو الشارع العراقي طبعا انا قلت مو الشارع. الشارع بيه سياره. الشارع العراقي لا. الشارع العراقي زين انت ايش كاتب الاغاني مثلا؟ سؤال وجيه. طبعاً. يعني مثلا انت عايش بالخليج. يعني مثلا عايش بالخليج وكاتب اغنيه عراقيه للشارع العراقي. طبعا شنو كاتب؟ انا عايش بسوريا. كافه الفنانين اجي سوريا التقي بهم طبعا. عندك شعر الوطن؟ طبعا عندي اغنيه يعني راح يقرا على الوطن واغنيه شارع. هذا الوطن المقدس يغني للشارع. لا ذاك غير تصنيف. لكن خلينا من الاغاني الشارع. يعجبني ابتدئ بالوطن، يعني ايش ماشي الوطن؟ لان احنا متغربين عنه. طبعا. طبعا هواي ناس كتبوا الوطن، لكن اريد انا اتطرق للناس اللي ضحت من اجل الوطن. هاي الشباب اللي راحت، المعاناه اللي صارت بالشارع العراقي. تعيش همهم وانت برا؟ لازم اعيش همهم. ناسي الشعر وين؟ قرانا قصيده حتى نشوف اهتمامك واحساسك. اوكي. قرانا قصيده. تقول العواصف نار هبت حرقت الريح، من طاح الاذان بزحمه الخوف، من صار الكفر تربه وتسابيح، نتوفى دمعنا اللي كان ليرات، مو هسه دمع التماسيح. ومن كانت الناس اللي من صدق ناس اللي يطيح الكون كله وهي ما تطيح، ومن كان الطفل مرجوح تحبال، كانت للزلم نفس المراجيح. حلو حسن يقول حلو. يعني ما انا اشوف الصوره شخصيه شيء. لا يعني بس انتم بتكتبون اللي تكتبون بالنفس السبعيني، بس انتم شعراء يعني، بس انتم شعراء يعني، بس انتم شعراء يعني، قولوا لنا. لا تحبون واحد مغترب، لا تحبون واحد عايش برا، لا تحبون. انتم اللي قاعدين بالساحه، انا طبعا جاي متحمل تماما. قاعد بالشقه انا. لا انت في تكتب اغنيه، اكتب اغنيه يا اخي، من لازم؟ لا انت ما لك اغنيه، ما تكتب اغاني انت. خليني اشوفك بالاغاني. محمد الكعبي على عيني وعلى راسي، انا سامع لك فزع المجال
مجانين لاجلهم ضيعت من عمرنا سنين. اشكرك وتعدان اللي وراي وقلت لا باس. انا مع النفس هذا. الله يسلمك. في زمن كان كاظم اسماعيل قاطع. يا قصيده قزع المجانين. يعني انا اواصلهم، هم ما يواصلون الشباب ابدا، كانما احنا اعداء. يعني لا العفو. لا كانما احنا اعداء. ليه يحبون يسمعون؟ طبعا اكو عند الشباب اكو فد شيء يزاولونه يسمونهم العشره الاوائل. شنو؟ العشره الاوائل بس هم هذول العشره. قبل يعني جايني مثل قاعد يمي. انت من نفسك سمعنا انه انت ما بي شيء يعني قاعد في وسط. لا وانت في اي ما يعرفك ما يثم. لا ما يصير. ما يعرفك حبيب قلبي استاذ حسن. اني ضد هاي النظريه انه انت ما تحب تسمع الاخرين او تستهين بالاخرين. يلا سمعنا الشعر. احس به انا لغتي الشعر. انا احكي شعر. ليش انه اخاف او شيء شنو؟ يعني مو عيب انه ازاول هاي اللغه. بس انت بس تسترخي شوي لا تشنج. لا مو شنو الخطا بالموضوع. الخطا بالموضوع. انا شاعر اقعد باي مكان، يعني اي شخص يجي يسمعني شعر اذا احس بي ما ثاق بي اسمع شعر، هذا واجبي. انت ليش تنرفزت لا بس انت حكيت على الاغنيه. انتم لا انا كل اصدقائك مع احترامي لكل الشعراء ما اعتبرهم شباب، لان هم ما شاء الله لهم باع طويل بالشعر. انا يعني كل ما اقعد ويا اي شخص شاعر والله سمعنا كانه عك. ما ابي اقول لك ما ابي شيء نفس الوزن والله سمعنا والله تعال لك والله شدك هاي سؤالي. ما اعتبر انه انا قاعد يوقف يعني متقين. لا ما انت تبي الحكي. الان محتاجين انه مثل ما اخذنا قصيده للوطن. ليش ما يسمعنا هو؟ بالنسبه لي اكيد راح نسمع منه. انا اسمع الناس يعني ما سمعك. حلو. احترامات. لا ليش بدك تسمع؟ هذا طلب. مو انت تقول انا اشجع اغنيه الشعر. هذا طلب. هذا طلب انا احترم. استاذ حسن اوكي عذرا. هذا طلب. يعني ما اسمعك انا بس لك اسمعك اهم الناس تسمعني. تسمح لي. مو بس هذا انت طلب. شاعر. هذا طلب جدا جميل. ادري الاخ جاي متعصب علي وكانما انا كارل الباب. لا ابدا لا يا اخي تبى تكتب انا ضيف ببرنامج ينقل. ما تكتب شعر غنائي ما تكتب. شو اسوي لك؟ مو مشكلتي. طيب خلينا نسمع قصيده. شعر القصيده ناس تسمعها اكو متذوقين الشعر يسمعون هذا. اعطينا المجال. اذا تريد توصل استاذ حيدر اكتب استاذ حيدر خلينا نسمع من استاذ محمد. طبعا اغنيه للوطن. عفوا قصيده للوطن. ليش مو اغنيه للوطن؟ ايش بيها؟ اي شو تريد للوطن بس قصائد للوطن؟ شو تريد اسمعك استاذ حيدر؟ يعني بس قصائد للوطن بس ما تكتبون اغاني للوطن يعني؟ ليش انا خلاص اكتب حبيبي يا رب ان شاء الله احلى من هاي الطرف دومك زاخر بالابداع. تكتب حبيبتك اذا هذا الحكي مال العواصف والرياح تشرد يا حبيبتك. ليش؟ هاي كاتبه الكروندايزر ما ادري الكروندايزر ما ادري لا ماشي ما نحكي عن الكروندايزر. خماسي ورد. طبعا الشعر الغنائي يعني احنا شفنا تطور الصوره الشعريه. اكيد كل مرحله تتقدم يعني السبعيناتيه غير الثمانيناتيه غير مرحله الثمانين غير مرحله التسعين غير مرحله الألفين. ايش تعتقد يعني مرحله الألفين ايش كانت محتاجه حتى من الممكن ان نضيف للاغنيه العراقيه من تطور؟ طبعا هي ماكو مرحله تحتاج، المرحله تتقدم، لكن جزء من الفوضى اللي مع الاسف يعيشها العراق بصوره عامه اللي نتمنى ان شاء الله الزول عن قريب. تعتبر الاغنيه هم من همومه يعني وجزء كبير من عنده، كون الاغنيه لها تاثير كبير على المجتمع وتوصل لاكثر الناس في كل مكان، وايضا تنقل واقع وتراث المجتمع العراقي بصوره عامه. تنتهج حضرتك ايش نهج؟ اني مو شرط اعرف الاوزان بالشعر، مو شرط اعرف البحور. لا ما لها علاقه. لا مو ضروره. الشاعر الكبير عبد الرزاق عبد الواحد باحد اللقاءات يعني شاعر كبير، شاعر عبد الرزاق عبد الواحد علم من اعلام العراق بالثقافه والادب، ما يعرف الاوزان باعترافه قال انا التفعيله يعني مو براسي، فمو بالضروره اكو ملكه. الشعر الشعبي يعني ما يحتاج هذا الشيء؟ لا يحتاج، هو ما يحتاج. هو ما يكتب شعر شعبي، احنا نكتب شعر شعبي. لا يكتب شعر شعبي. لا هسه انا وياك ما يحتاج انه نعرف هالاشياء؟ مو ضروره يعني تحتاج انه تعتبر ثقافه عامه ممكن تقعد. لا اعتبرها ضروره. لا مو ضروره. لا ضروره لا اعتبرها. كيف اكتب بالبحور؟ كيف على اي بحر تكتب؟ هسه اريد اناقشك انا امام الكاميرا. ما اعرف. ما اعرف. طبعا ما اعرفها وانا اكتب. ايه؟ لا لا لا. 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 لا
اذا عندك اذن موسيقيه يعني عندي اذن موسيقيه اعرف ايقاع اكو ايقاع اذا ندرسها يعني هي مو مهمه، ممكن اذا كل سنه تحفظ لك. طب بس الملحن بحر. طب الملحن يعني الملحن ما له علاقه الملحن ما له علاقه بالبحور، ما له علاقه. شلون يا اخي اذا الشاعر ما له علاقه بالبحور والملحن يجي يلحن له علاقة بكيفه، الملحن ما له بالبحر علاقه اذنه مو موسيقيه ومدارس اكاديميا، اوكي انا مو ضد الدراسه الاكاديميه ولا ضد انه واحد حبيبي مو اكاديمي، بالعكس انت غير تعطيني مجال نناقشك طبعا واسترخي لا تشنج. أوكي. البحور قضيه الشاعر، الملحن ما له علاقه يعني بقضيه البحور. مقامات مقام. احسنت استاذ. اي المقامات انا احكي بيها. انت وين حكيت بالمقامات؟ يعني انت معقوله تكتب ما تعرف المقامات؟ انا ما اعرف المقامات. مو لازم. لازم تعرف. هسه انت تعرف مقامات؟ طبعا اعرف. يلا احكي لي مقام الدشت شلون يبدي شلون ينتهي. انا مو مطرب، انا مو مطرب تقول لي. هسه انا اعرفهم بس مو مجالي. اعرف شلون الحنه. يعني هذا عندي قصيده هسه جنطه طبعا ورا المدرسه. وانا بالمدرسه غير تحفظ. والمدرسه يا صف الثالث. لا هسه انت مو بصف الثالث، هسه بصف اوكي عليك. هاي بلا عينك مو جاي. جاب من دبي؟ من دبي. شعر اخر وقت. حديث ما اريد الكريم ليه بخي وتشاء. والله ما انا كريم لين اخذتها من عندك. خلينا لا تخاف ما كبسي. ناس تبولك وعالم. لا بالعكس خلونا بعيدين عن هذه اللغه، بالعكس خلونا بلغه الشعر. من حقه لا يكتب اغنيه ما الشارع يعني من حقه. يعني يجوز هو بمفهوم اغنيه الشارع اللي يقصدها ما اعرف اقول لا هو كل واحد يحكي بمستواه دائما بمكانته. مستوى؟ يعني جزء يعني ليش؟ من نقول المطرب الشعبي مستواك يعني وانت من نقول يعني مستوى انا ما اقيم حتى لا خلي الناس تقيم. اي طبعا. بس ما تحكيها يا لا والله لا تخاف حقك يا الله. لا تخاف. اعزائي المشاهدين ناخذ لنا فاصل بين من نقنع الاثنين، يا اللي ياخذ يا اللي ياخذ يا اللي ياكل وراجعي لكم هو برنامج بيناتنا. يخاف قويات حلوه. شنو يا استاذ؟ بلائمه زينه. انا اعرف انه الشاعر يكون مثقف يكون محترم. والله لا مثقف ولا محترم، والله لا مثقف ولا محترم، والله لا مثقف ولا محترم. ليش؟ الناس تبغى لك شنو مصاصه شنو؟ مصاصه؟ ايه؟ قلت لك شنو؟ ايش طلعت وتقول لي كلها وما ادري شنو؟ طبعا لا يعني هو قصدي اعطيتك اياها من حب يحاول انه يلطف الجو. حلقينا هو اي شاعر يعني يبتعد عن ناسه وبيئته يصير بهالمستوى؟ شاعر رشيد ها؟ شاعر رشيد لا لا بعيد. هسه حتى ندخل ناخذها لو نشيلها لو شنو بس بدون زعل. قدامك شو وقت اخذها ما ادري. راح اخذها اني. لا ما تاخذها انا طيب مو لانه اكو برنامج يا شباب. اوفى هو ياخذها. شنو ياخذها؟ ياخذها شو وقت ما كان. افتح الدقمه هاي فوق افتحها. لا هي حار عليك الجو. حاره. انت محتال؟ تدري ليش محتال؟ ما ايش بيكم؟ خجلان من عندك، خجلان لين قاعد وياك؟ انت تصغر اكثر اهدى اكثر. انا صغرت انت تصغرني. لا ما عيب ما عيب قدرك عالي استاذ محمد. لا انا خجلان هسه لين قاعد وياي يعني مو يعني هسه دعونا لا مستواي لا مثقف لا لك علاقه بالقضيه حلوه تقول على خجلان. عمانيه طبعا اعطيتها الفرقه عمانيه اعتقد عندي بالموبايل حلوه كلش عجبتني ما ادري. انت عجبك موبايل الاخ. بس لحظه لا خليني اشغلها قبل اطلع فاصل. الله عليك عجبتني ما ادري حلوه. هل جايب الواسطه البرنامج شنو؟ اسمع وين لقيت مرشح شعراء عندنا مذيعين موجودين. هذا الكلام اسمع. اي مستواك ما فيش قناعتك. ما اعرف الشعراء ايش وصلوا مرحله هسه. شو الجمهور بحاول خلينا اوكي يابا خلينا نرجع والله مستواك حلو يعني. اوكي خذت يعني ما دخلت بالموبايل. استاذ علي استاذ حيدر ياخذ وجود من كلام غير انتم. هي شنو بس مليان قلبي مليان شنو الطبيعي. فاهم خبر مثلك. اوكي داش اللابس يلا الجائزه كلش غاليه. شنو غير قادرين كثريه حلو. نحاول نستفيد من حلقتنا استاذ حيدر. اوكي حضر ممكن تقفل تليفونك لانه يمكن انت قفلت انا مقفول تليفوني خارج نطاق التغطيه. خليها قدام.
جنبي؟ انت لا تشرد. لا طالب بصفي ابوك. كنت في الابتدائي. هاي عليجه. وانت شلون واصلها على اساس؟ العليجه تعرفها؟ اي طبعا. شمال وين تسوي؟ العليجه مال شنو؟ عليجه. وانت شايلها؟ عليجه. وانت مو شايلها؟ عليجه. انت شايلها؟ انا هاي شوي خذيت من بعيد. اعذرني. مش حتقدر مش حتقدر مش حتقدر. يلا خلينا نحاول نرجع. اعطيني كيو. بس قصيده راح تقراها. خليه ضمن البرنامج اكل قوه. لا ارفع. هذا شيء. يلا حبيبي. بس من ايدك ارجع. انت عجب روحك كلش هذا كلش عجب روحي. يلا شو مسوي يعني مثلا؟ ها؟ شو مسوي؟ على قولة حسن البريسة بيقول لي زينيتك شنو؟ يقول لك؟ زينيتك شنو يقول لي؟ وين عرفك واللي قال صديقي استاذ حسن بريسة. صديقك ما صور يعني ما صور. لا صديق. والله صديقي. فنان تحياتنا محترم. الفنان. مو لا شرط اكتب له مو شرط. خل ارجع. برا تقول خلوني اقول تحيات والله دوخوني. عفوا استاذ. هو كلهم راح يقرأون هذا؟ لا اقول لك ايش راح تقرا هسه لحظه. ما ماخذينه بعد. قصيدة اقراها. وين العراقي ايش قد حلوين. رجعنا وياكم اعزائي المشاهدين، ما وصلنا الى نتيجه بالنسبه للحبه المصقوله، بس بعدين راح يكون لها حل بنهايه البرنامج او في وسط البرنامج. لا انا لو من العراق جاي فاكلت ان شاء الله. بس هسه راح نسمع من يوم الوطنيين يوم يخبلون هاي العراقيين. صار لك ساعه حد يموت حد يموت يلا من العراق تجيبوا لي. احنا غير والله لو نموت ونبقى تجيبوا لنا اللي يريده من العراق. اوكي. فانت هم ترى نفس الشيء. اقرا لنا ايش كاتب. اغنيه ما شارك كاتبت كاتب اغنيه ما شاء الله طبعا. يلا خلينا نسمع. هي بعد خلنا نسمع. عندك اعتراض؟ لا عم سوي هيك شيء وارفع ايدك. فسس 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 فسس. قول سوي لي هذا المضخم بس هو مغرد. اطلب فيس صوت فيس مايك اسمه ايكو. فيس اسمه ايكو مو مضخم او فيس مضخم مايك. بالعربي. يلا اوكي اريد ايكو. خلص إيكو. خلص شعر المعلقات. روحي. يلا هسه صرت شاعر صدق. هسه صرت شاعر صدق. هسه صرت شاعر صدق. يلا فدوى عينك فدوى عينك بس حاكيني ولا تنسي البينك والبيني. فدوى عينك ما اريد اخسر كل شي وياك. انسى الدنيا وما انساك. جائز تردين تعوفيني جائز تردين ترقضيني. فدوى عينك بس حاكيني. حاكيني ومو شرط وياك. ممكن امك ممكن اختك بس فهميني انت تحبيني. خاف تريدين ترقضيني. فدوى عينك بس حاكيني. انت الاه اسمع الاه. انت الاه عيدها والله. انت الاه وانت الونه وانت وكل شيء اتمنى. باو ازين على الميمر وعلى الميمر وعلى الميمر. انت الاه وانت الونه وانت وكل شيء اتمنى. كل شيء اتمنى. شيء اتمنى الجنه بمتعه. فدوى العين بس يعني هذا تصفيق اذا تسمح لي. لا بس اريد اسال سؤال استاذ يعني حسن. لا اسمح لي يعني ليش ما تحاكيك؟ شنو السبب؟ ما تحكي شاف كيفي. تعرف؟ احنا بس خلينا نعوف. تدري ما عندك مشاعر. لو عندك مشاعر حكيتها بلغه ترفيه. المراه انسان شو اكتب كائن شريف رقيق. اوكي فدوى العين رايح بعركته. فدوى عينك. استاذ حيدر يعني اكو مقومات للشعر. يعني مقومات خلينا نحكي الان بدون هذه المداخلات السريعه اللي بيها تحشيشات ولا كذا. مو حديد. هذا خطاب واحد يخاطب حبيبته. كلكم تلعبون حديد تخوفون. حقها لا تحاكيك وحقها لا تجي يمك. ليش؟ بس انتم تجي يمكم. هواي مشاعر هاي. ليش مش مشاعر؟ والله بس اذا لابس دشداشه هي شلون؟ ليش بيها دشداشه؟ اوقف. لا لزمتك ايش بيها دشداشه؟ ابوك ما يلبس دشداشه؟ لا. عمك ما يلبس دشداشه؟ لا. وين عايشين؟ بفيينا؟ بس راكسود ابوي. راكسود؟ شنو خدمك تحت دشداشتك شلون انت؟ تركوازي. دشداشتك تعرفها شلون؟ دشداشتي والله
بيدي. كل النقاش استاذ حسن لو ننتهي ممكن له نكمل النقاش لانه عشان علم بيدي. بس روحك حلوه. شلونك؟ زين مشتاق لك والله. لا والله. اي والله مشتاق لك جدا. خلاص الحوار خلص الحوار. يعني حتى ما بس انا حتى هو صدق استاذ حسن انا عندي لقاء، انا عندي يا لقاء حبيبي. ثاني. يلا استاذ يا حبيبي نرجع. هم كثرة اللقاءات. نرجع يلا رجعنا وياكم اعزائي المشاهدين. لا والحمد لله والشكر مرت الامور بسلام، وصلنا الى نقطه اتفاق حلوه. وياه انا ما متفق وياه، ما اتفق وياه بكل شيء. لا تتفق والله حلو كل شيء ما اتفق وياه والله. اوكي يعني ماكو داعي انه اجمل الصوره. ما اتفقوا الشاعرين لانه لا، شاعرين متفق يشتهون وياه. يعني أنا مو متفق تقييم وياه. استاذ حسن. اوكي شاعرين لا اقول شاعر. لا ما يعني شاعر المغترب والشاعر اللي موجود. لا يعني من الممكن ان نقول ما اتفق الطموح الى ان يكون شاعر. والله اذا يبقى على هذا الطموح ما يصير. حيدر باب نزل. وكذلك الشاعر شاعرنا الحبيب محمد الكعبي على نقطة اتفاق. ومو عيب لأنه أنا من الناس أضم صوتي إلى صوته بأنه هذا اللي المكتوب إسفاف، لأنه هذا مهيئ إلى أن يكون في برنامجي ضمن مقلب من مقالب البغدادية لا شك. ما معقول هذا الشعر. حبك ومن حبك لا شك ومن حبك لا شك. انا اسف تجاوزت علي. لا اسف والله نبى حتى حافظ قصايد انا قلت له حافظ الكعب. نحاول نصلح في قضيه معينه انه بيطلع الاخ يحكي له هذا الكلام ويعطينا حافظ. انت تاخذها؟ الا تاخذها والله. تاخذها الا تاخذها. مو قلت لك تاخذها؟ لا تاخذها. لا بعد البرنامج. كل عام وانت بخير كل عام ورمضان وأنتم كريم عليك وعلى ناسنا الحلوين العراقيين. كلمة من عندك لأحبابك العراقيين. طبعا رمضان كريم على كل العراقيين وعلى كل المسلمين، وشكرا لحضرتك، شكرا للاخ حيدر اذا كان اسمه حيدر الممثل ايه على راسي، وشكرا للبغداديه اللي دائما تتحفنا حقيقه، ونتمنى للشعب العراقي ان يكون رمضان مبارك. ومن خلال هذا البرنامج اوجه تحيه لعائلتي ولاصدقائي ولكل اخواني ولكل العراقيين، واتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. يا حبيبي ربي واتمنى لك التوفيق ببرنامجك. في الدول عينك، وحتى ناخذ مفردة العراقيين. يا رب يا عراقيين كلكم ان شاء الله بخير ورحمة وتمام السعادة والموفقية والأمن يا رب إن شاء الله يتحقق بكل يسر ومفهومية من قبل الجميع. أعزائي المشاهدين في ختام حلقتنا لهذا اليوم خلوني أشكر كادر البرنامج من مصورين ومهندسي صوت وإضاءة، كذلك علي باقر مخرجا، هبة نبيل في الإعداد، صديقي الممثل اللي ما له أي علاقة بالشعر. طبعا هو كاتب القصيدة. انا كاتب القصيدة. لا له علاقه بالشعر بس هو ظاهر مفتعل كم قضيه. وانا ابوك حيدر ثامر. كذلك تحياتي وباشر موعدنا وياكم ويا محمد الكعبي من حبك لا شك. شكرا جزيلا حبيبي، اشكر حضورك. يا مرحب بينا نشاقي لا تزعل الله يخليك. يا مرحب بينا نشاقي لا تزعل الله يخليك.